بعض أو جزء من المميزات اللي الدولة بتقدمهم هنا في ألمانيا للمطلقات أو المنفصلات أو السنجل مامز أو واحدة بتربي أولادها جوزها توفى، أي ست في العموم. تعالوا هحكي لكم بالتفصيل الدنيا ماشية ازاي هنا. أنا عارفة إني هتشرشح في الكومنتات من بعض الذكور، لأن مفيش راجل هيعترض على الكلام ده أكيد، اللي هو م، هيعترضوا. مبدئيا كده عشان هيجي لي حد راسه مربع في الاخر ويقول لك الدوله بتساعد على الانفصال. الدوله هنا بتشجع جدا على الجواز، يعني انت لما بتتجوز بتدي لك الدوله بتخصم لك من الضرائب بتاعتك، سواء كان انت او انتوا الاثنين ضرائبكم بتقل لو اتجوزتوا. لو خلفتوا بتدفع لكم فلوس على كل طفل كندر جلد. لو انت راجل متجوز وبتشتغل وبتعمل اللي عليك ودخلك مش مكفي وانت راجل متجوز، بتدفع لك حاجه اسمها فون جيلد، بتكمل لك الايجار بتاعك او اللي هو جزء من فلوس السكن. زي مثلا انا راجل بشتغل ب 2000 يورو بس مش مكفياني، عندي كذا طفل، بتدفع لك مبلغ عشان خاطر الايجار، وبتدفع لك مبلغ على كل طفل غير المبلغ الاولاني اللي هو الكندر جيلد اللي هو اصلا الدوله بتديه للطفل. تمام تمام. فالدوله هنا بتعمل كل حاجه عشان تشجع الجواز. بس انا اتجوزت مثلا، مش انا شخصيا يعني، في العموم انا اتجوزت وجوزي ده وحش، جوزي ده بيضربني، جوزي ده بيعنفني، هروح انا عشان خاطر بشجع الجواز هقول لك لا خليكي قاعده مع جوزك اتذليله؟ لا، دي مش المانيا ابدا. المانيا هنا بلد الستات، بلد بتقدس المراه جدا جدا، حطاها في مكانه عاليه قوي. في حاله يا ست الكل انفصلتي وعندك اطفال صغيرين تحت ال3 سنين، ما بيطلبوش منك ابدا شغل. زي مثلا واحده اتفصلت عندها بيبي، هيدفعوا لك ايجارك، هيدوكي مبلغ ليكي ومبلغ للطفل طول ال3 سنين دي لحد ما الولد يدخل حضانه. يعني مش بيطالبوكي بحضانه اصلا قبل ما الولد يتم 3 سنين. انت اللي عايزه توديه بتوديه، لكن مش انت مش عايزه توديه مش هيطلبوا منك اي حاجه خالص، لا شغل ولا كورس ولا اي حاجه خالص. بيصرفوا عليكي على سكنك، اي نعم مش بيعيشوكي في رفاهيه، هم مش جايين الخليجي ولا السعر العربي بتاعك، بس بيدوكي ما يكفي احتياجاتك انت وولادك. اللي يمنعك من انك انت تمدي ايدك زي ما احنا في بلادنا كنا بنمد ايدينا لاهالينا، المطلقه بترجع عند اهلها يصرفوا عليها ويذلوها، واللي وجوزها طبعا يذلها في المحاكم وما يديهاش نفقه، وفي الاخر تحكم له المفقه ب 500 جنيه، قانون كده عقيم. لا، هنا النفقه بتاخدي مبلغ كبير من على حسب مرتب الزوج، تمام، ومش بتاخديه من الزوج، الدولة بتدفعهولك ومباشرة هي بتاخده، هي تحل أمورها مع جوزها. يعني أنت بتقدمي طلب نفقة للدولة، الدولة بتديك النفقة على حسب مرتب جوزك، وهو بتروح تتفاهم معاه، دفع ما دفعش تتراكم عليه بغرامات بغرامات بغرامات، وفي الآخر يحبسوه ولا ما يحبسوهوش ولا يسووا له أموره، هم حرين. لكن الدولة بتدي لك أنت النفقة من عينه، من عينه، وده بيفضل عليه دين عمره كله، عشان في ناس بتحاول تطلع من الموضوع ده. لو ما دفعتهاش دلوقتي بتفضل عليك دين لحد ما الولاد يكبروا، هيروقوك. المانيا ما بتسيبش حاجه ليها. خلصنا من النفقه والفلوس اللي هي الدوله بتساعدك فيها. بعد ما خلاص خلصتي ال3 سنين، انت واحده ما بتعرفيش لغه، بيدفعوا لك كورس اللغه، بيدفعوا لك ثمن اي كورسات انت لسه هتدرسيها عشان خاطر يوقفوك على رجلك، يخلوكي انسانه تقدري تقفي على رجلك وتسندي ولادك. خلاص اشتغلتي والدنيا تمام، مبلغ طبعا الفلوس بتاعت الطفل ما بتتوقفش ابدا لحد ما الطفل بيتم 18 سنه ولا 21، مش على ما اتذكر 18. ما ده بيبقى في مبلغ تاني لحد 21، مش فاكره قد ايه، ولا 25، والله مش فاكره القانون بالظبط، بس في الحته دي. بس هو لحد 18 ده اللي انا متاكده منه. الطفل بياخد مبلغ معين كل شهر، تمام. فالطفل ده المبلغ ده ما بيوقفش، المبلغ ده ملوش علاقه، دي فلوس الطفل دي لاي طفل موجود على ارض المانيا، ملهاش علاقه ابدا. التعليم انا مش هتكلم عن التعليم في المدن التانية، انا بتكلم عن برلين بس، لاني ما فهمش طبعا كل ولايه وليها براحتها يعني. التعليم انت ما بتدفعيش حاجه برضو، سواء كنت سنجل مام او غير سنجل مام، فانت ما بتدفعيش حاجه لاولادك غير ثمن الاكل بس. انا عن نفسي مش بدفع غير ثمن الاكل بس لابني في الحضانه، حتى لو بتشتغلي ملهاش دعوه، هتدفعي بس ثمن الاكل بس. في مميزات كتير، يعني لو جوزك ضربك يا لهوي ده بيخربوا بيته، بتيجي الشرطه تاخده كده من قفاه وتطلعه. في بيت للنساء للسيدات المعنفات، ممنوع حد يتواصل معاكي، مثلا لو هو مثلا بيعنفك مش هيخلوه يعرف يوصلك ابدا ابدا، ولا هيعرفوه عناوين الفراون هاوس هنا او بيوت السيدات بتبقى سريه، محدش بيجي جنبها نهائي، تمام، عشان خاطر السيدات المعنفات او اللي متعرضوا للضرر يروحوا في الاماكن دي ويلاقوا مكان يروحوه. مفيش واحده تتذل الراجل عشان مش لاقيه سكن. لو انت اسمك موجود في العقد الايجار،
هو ومعاكي اولاد، هو اللي بيطلع بيروح في داهيه، حتى لو هو انت اللي غلطانه هو اللي بيطلع. انت عندك اولاد وانت حاضنه، هو اللي بياخدوه، يجي ياخدوه كده من قفاه ويرموه بره. في عندنا كمان مكاتب لو انت مثلا ما تعرفيش تترجمي، انت واحده جديده مثلا هنا ما بتعرفيش لغه، في مكاتب هيترجموا لك ويعبوا لك الاوراق، والمكاتب دي مجانيه برضو. المكاتب دي الدوله عاملاها اصلا للسيدات، يعني الحاجات كل حاجه بجد ممكن تتخيلوها الدوله هنا عاملاها للسيدات، وبتدعمهم جدا 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 عشان بس يعيشوا حياه كريمه ويعيشوا بامان. دي بلد الستات. في حالة ان انت ترفعي قضية، المحامي برضو الدولة بتدفعه. كل حاجة حرفيا الدولة بتبقى سنداكي وفي ظهرك. لو وقعتي ولا جرت لك حاجة تعبتي، بتطلبي خدمة من الدولة، بتطلبي حد من الدولة يجي يقعد معاكي ومع الولاد، ياخد باله منهم لحد ما تقومي بالسلامة. لو عندك مشاكل مثلا في تعليم الولاد بيساعدوكي، بيبعتولك حد على البيت برضو يساعدك من المكاتب بتاعتهم. هم الدولة هنا كل حاجة بتعملها بتسخرها للطفل وللمرأة. الطفل في المقام الأول والمرأة في المقام الثاني، والراجل بعد كده. الكلام اللي انا بقوله ده مفهوش على فكره ما فيهوش اي حاجه وحشه، يعني ان هي ستات مثلا تتطلق عشان خاطر الحاجات دي، لا. مفيش ست جوزها هيبقى كويس معاها ومراعي ربنا فيها وهتروح تعمل كده وهتروح تتطلق، لان هي اصلا مش غاويه مرمطه ولا كحرته ولا بهدله اوراق. مفيش راجل مراعي ربنا في مراته ومراته هتروح تعمل معاه كده وتتطلق منه. خراب البيت مش بالسهل، بالذات لما يكون في اولاد. ما اعتقدش ان واحده ست هتخرب بيتها بالسهل. بس احنا رجالتنا او رجاله العرب في الاغلب، يعني انا مش بتكلم عن المصريين بس، في الاغلب رجاله العرب اتعودوا يمدوا ايدهم على الست مثلا والست تسكت، يعملوها اللي هي الحيطه المايله بتاعته، ذل واهانه وبهدله، واخر اليوم عايزها تفضل مبتسمه وهيفاء وهبي معاه قاعده في البيت. لما الستات بتيجي هنا وبتعرف حقوقها والدوله بتعرفها حقوقها وبتعرفها اللي ليها واللي عليه، وتقول لها انا في سندك، انا في ظهرك، الستات مش بتقبل بالذل ده. هي لو كانت قابله معاك في بلدك بالذل ده عشان خاطر هي هناك مش مستحمله انها تتحمل الذل ده، عشان خاطر مش لاقيه بديل، مش لاقيه حد يسندها، لكن هنا لقت سند، عرفت حريتها، عرفت انها عندها كرامه وانها بني ادمه، فبالتالي ما بتسمحش بالتطاول. انت لو عايز تعيش مع انسانه هنا بحياه كويسه وحياه كريمه، لازم تعيش معاها بما يرضي الله وتراعي ربنا فيها، عشان زمن الاهانه ولا هنا المانيا.